تخيل لو قلتلك إنه نسختك اللي بتشوفها في المراية كل يوم مجرد موديل قديم. العلم النهاردة شغال بكل قوته عشان يطلع النسخة الأحدث منك، والنسخة دي مش مجرد تطور بسيط، دي نقلة من بشر لكائن بيمتلك قدرات كانت زمان بتعتبر مستحيلة. طول عمرنا بنسمع إنه التاريخ هو اللي حصل زمان، بس النهاردة إحنا بنحكي تاريخ بكرة. الأجندة البشرية اتغيرت تماماً، ما بقاش طموحنا إنه إحنا نعيش وبس، طموحنا بقى نسيطر على الموت ونشتري السعادة ونلغي الصدفة من حياتنا للأبد. كتاب النهاردة هو هومو ديوس، الإنسان الإله، ليوفال نوح هراري، المؤرخ المتخصص في التاريخ العالمي وتاريخ الإنسان، ونشر الكتاب ده سنة 2015. إحنا من يوم ما مشينا على الأرض والمثلث المرعب ده محاصر حياتنا، المجاعة، الأوبئة، والحروب. كان عادي جدا إنه قرية كاملة تموت عشان المطرة ما نزلتش، أو طاعون يخلص على نص سكان قارة. الحاجات دي كانت بتعتبر مصير محتوم ومحدش كان يتخيل إننا نقدر نوقفها. بس في القرن 21 ولأول مرة في تاريخنا قدرنا نروض الوحوش دي تقنياً، ورغم إننا لسه بنشوف أزمات إلا إنه الكفة اتغيرت. خطر أمراض السمنة والسكري بقى بيحصد أرواح أكتر من المجاعات في أغلب دول العالم، وحتى الأوبئة ما بقتش هي التهديد الأول، لأنه أغلب الوفيات ناتجة عن الشيخوخة وتآكل الجسم، مش فيروسات غامضة بتبيد شعوب. والمرعب أكتر هو إنه احتمال وفاة الشخص نتيجة إقدامه على إنهاء حياته بنفسه بقت إحصائياً أكبر من احتمالية موته في حرب. إحنا فعلياً سيطرنا تقنياً على المصايب اللي كانت بتفرمل تطورنا، وده اللي فتح الباب للأجندة البشرية الجديدة اللي ليها 3 أهداف. أولاً الخلود immortality، ثانياً السعادة happiness، وثالثاً الارتقاء the upgrade. بالنسبة للخلود، الموت ما بقاش نهاية بنستسلم ليها، بقى بيعامل كمشكلة تقنية. لو القلب وقف ده عطل في المضخة، ولو الكبد تليف يبقى مشكلة في الفلتر. العلم النهاردة بيتعامل مع الموت كأنه بج في السيستم ومحتاج يتصلح، والمهندسين شغالين عشان يخلوا الإنسان يعيش 150 أو 200 سنة، وليه مش للأبد. بالنسبة للسعادة، زمان كانت السعادة لحظات عابرة، دلوقتي بقت مطلب أساسي. وبما أنه السعادة كيميائياً هي مجرد تفاعلات في مخك، فالبشرية قررت تتحكم في الكيمياء دي بالأدوية والهندسة الوراثية عشان نضمن حالة انبساط دائم. أما بالنسبة للارتقاء، إحنا مش بس عايزين نعيش أكتر، إحنا عايزين نغير السوفت وير والهارد وير بتاعنا خالص، وبدل ما نستنى التطور الطبيعي هنستخدم الهندسة البيولوجية والسبرانية عشان ندمج أجسامنا مع الآلات لنتحول لهومو ديوس، الإنسان الإله، كائنات بتمتلك قدرات كانت زمان حكر على الأساطير. والموضوع ده مش خيال علمي، ده بيحصل فعلا. احنا بدأنا نشوف شركات زي نيورالينك بتاعت إيلون ماسك وهي بتجرب تزرع شرائح إلكترونية جوه المخ البشري. الفكرة في الأول بتبان إنها مساعدة طبية عشان حالات الشلل مثلا، بس الهدف البعيد هو الاندماج الكامل، إنك بدل ما تمسك الموبايل في إيدك يبقى هو والإنترنت جزء من وعيك وتفكيرك. بس إننا نوصل للمرحلة دي مش معناه إنه الكل هيستفيد. الأجندة دي ممكن تخلينا في النهاية نفقد إنسانيتنا اللي نعرفها. إحنا داخلين منطقة مجهولة، والقطر طلع من المحطة ومحدش يقدر يوقفه. إحنا النهاردة بنعيش في عصر الأنثروبوسين، ومعناه ببساطة عصر الإنسان. لو بصينا على تاريخ الأرض، التغيرات الكبيرة كانت بتحصل بسبب براكين أو نيازك، بس دلوقتي الإنسان بقى هو القوة الأساسية اللي بتغير شكل العالم. إحنا مش بس عايشين على الأرض، إحنا بنعيد تصميمها على مزاجنا.
لما كان الإنسان زمان صياد وجماع، ما كانش بيحس إنه أحسن من الغزالة أو الشجرة. كان بيعتقد إنه كل حاجة ليها روح، وإنه مجرد شريك في الطبيعة، لدرجة إنه كان بيعتذر للحيوان قبل ما يقتله. بس مع الثورة الزراعية كل ده انهار. الإنسان بدأ يحبس الكائنات التانية ويربيها لخدمته، وبدأ يتحول من شريك لمسيطر. والمشكلة الحقيقية بدأت مع الثورة العلمية. زمان الأديان كانت بتحط الإنسان في مركز الكون، بس تحت سلطة وقوانين إلهية أو روحية لازم يحترمها. بس المنظور العلمي المادي شال أي بعد روحي من المعادلة، وحط الإنسان لوحده في المركز كأنه هو الإله. بقينا شايفين إنه ذكائنا لوحده بيدينا الحق إن احنا نتصرف في الكوكب زي ما احنا عايزين. ومن هنا بدأ عصر قسوة القلب المغلف بالعلم. احنا بقينا بنعامل البقر والفراخ كأنها مواد خام في مصنع، مش كائنات حية. في المزارع الحديثة بنفصل العجول عن أمهاتها فوراً بعد الولادة وبنحبسهم في أماكن ضيقة جداً. العلم الحديث عارف إنه دي كائنات عندها مشاعر وأمومة، بس السيستم المادي قرر يتجاهل الألم ده تماماً لمجرد إنه الإنسان العاقل محتاج إنتاجية أكثر وأرخص. وهنا لازم نتكلم عن قانون الكارما التكنولوجي، The Law of Technological Karma. إحنا بنبرر سيطرتنا على الحيوانات بأننا أذكى منهم. طيب إيه اللي هيحصل لما يظهر ذكاء اصطناعي أذكى مننا بمراحل؟ لو عملنا بنفس المنطق واعتبر إنه الأقل ذكاء ملوش حقوق، ساعتها مش هنقدر نشتكي، لأنه إحنا اللي خلقنا المبدأ ده وطبقناه لآلاف السنين. الإنسان النهاردة هو اللي بيقرر مين يعيش ومين ينقرض، وبيغير في الجينات والمناخ. بس السؤال اللي بيوجع، هل السيادة المطلقة دي خلتنا سعداء فعلا؟ ولا احنا عاملين زي طفل معاه قنبلة بس مش عارف يوديها فين؟ احنا حولنا العالم لسوبر ماركت كبير، بس في الطريق ده فقدنا اتصالنا بالطبيعة، وبدأنا نجهز المسرح لظهور كائن جديد ممكن يعمل فينا اللي احنا عملناه في غيرنا. العلماء لما بيشرحوا الدماغ حتة حتة مش بيشوفوا غير اللي يقدروا يقيسوه ويصوروه. المشرط والميكروسكوب بيتعاملوا مع جسمك كأنه خوارزميات بيولوجية معقدة جدا، شوية تفاعلات كيميائية وهرمونات ونبضات كهربائية هي اللي بتدي الأوامر لكل تصرفاتك. بالنسبة للمنظور ده، الإنسان هو سيستم كيميائي مذهل شغال بأكواد بيولوجية، بالظبط زي ما الكمبيوتر بيمشي بأكواد الديجيتال. العلماء لسه بيسألوا لحد النهاردة إحنا ليه بنحس؟ لو دوست على مسمار، الخلايا العصبية بتبعت إشارة كهربائية للمخ، والمخ بيدي أمر فوري للرجل إنها تترفع. دي عملية ميكانيكية حسابية بحتة يقدر الروبوت يعملها. بس السؤال هنا، ليه لازم يكون في إحساس بالوجع في النص؟ العلم المادي لسه مش قادر يفسر ليه الوعي موجود أصلاً طالما الخلايا بتقوم بالمهمة آلياً. بس لو كان الوعي لسه لغز، في سر تاني وواضح هو اللي خلانا نبني الأهرامات ونوصل للقمر، في حين إنه أقرب الكائنات لينا لسه عايشة في مجموعات صغيرة. بس السر ده مش في ذكاء الفرد، السر في التعاون الجماعي المرن بأعداد ضخمة. لو بصيت حواليك، النحل بيتعاون بأعداد كبيرة جدا بس مش مرن، ما بيقدرش يغير نظامه السياسي أو يبعت نحلة للفضاء. والقرود بتتعاون بمرونة بس بأعداد قليلة جدا، لأنهم لازم يعرفوا بعض شخصيا عشان يثقوا في بعض. بس الإنسان هو الكائن الوحيد اللي يقدر يجمع مليون شخص ما يعرفوش بعض خالص عشان يبنوا سد أو يحاربوا في جيش أو يأسسوا دولة. وده بيتم عن طريق أعظم قدرة بشرية، خلق واقع تنظيمي مشترك. إحنا الكائن الوحيد اللي بيقدر يصدق في مفاهيم مجردة مش موجودة في الطبيعة أصلاً، بس كلنا اتفقنا إنها موجودة عشان ننظم حياتنا. العالم بتاعنا مقسوم نصين،
واقع مادي ملموس زي الجبال والأنهار، حاجات موجودة سواء صدقت فيها أو لأ، وواقع تنظيمي تخيلي زي الفلوس والدول والشركات. الفكرة المرعبة إنه في العصر الحديث الواقع التنظيمي بقى أقوى بكتير من الواقع المادي. بمعنى لو في فيضان الناس بتموت لأنه المية حقيقية، بس لو البنك المركزي غير أرقامه على شاشته حياتك ممكن تتدمر تماماً وانت قاعد مكانك رغم إنه الطبيعة ما تغيرتش. إحنا بقينا عايشين جوه فقاعة من القصص، بنشتغل في شركة اللي هي مجرد ورق وعقود، وبنتعامل بعملات رقمية، وبنحترم حدود مرسومة على الخرايط ما بيشوفهاش غيرنا أصلاً. والسر ورا تفوق القصص دي هو التوثيق والبيروقراطية. الكتابة والتدوين هم اللي حولوا الإنسان لسوبرمان. لما بدأنا نكتب العقود والقوانين قدرنا نربط ملايين الناس بهدف واحد. في مصر القديمة مثلاً السجلات هي اللي نظمت حياة آلاف العمال لبناء الأهرامات، والسجلات دي بقت أصدق من الحقيقة نفسها. لو الورق بيقول إنك مديون، السيستم هيعاملك كأنك مديون حتى لو جيبك عمران. إحنا بقينا أجزاء في مكنة بيانات ضخمة، والمفارقة إنه إحنا اللي اخترعنا المكنة دي عشان تخدمنا، بس هي دلوقتي اللي بتقول لنا السيستم محتاج إيه. والقصص دي هي اللي هتتغير تماماً لما الخوارزميات تدخل اللعبة وتكتب قواعد تانية خالص بذكاء يفوق تخيلنا. هنا لازم نتكلم عن فكرة غلط مسيطرة على عقولنا، وهي إنه العلم والدين أعداء. الحقيقة إنه العلاقة بينهم كانت دايماً احتياج، لأنه العلم شاطر يقول لنا إزاي الحاجات بتحصل، بس أخرس لما نسأله هل المفروض نعمل كده ولا كده. العلم محتاج بوصلة أخلاقية تقوله إيه الصح وإيه الغلط، والبوصلة دي بتيجي من الإطار الروحي للإنسان. في العصر الحديث إحنا عملنا مقايضة غريبة جداً. زمان كان الجانب الروحي بيدينا المعنى للكون بس ما كانش بيدينا قوة تكنولوجية. العلم النهاردة عمل العكس، ادانا قوة جبارة نسيطر بيها على الطبيعة والجينات، بس في المقابل النظرة المادية البحثة شالت من حياتنا المعنى. تخيل إنه البشرية دخلت في اتفاقية غير مكتوبة مع الكون بتقول إحنا كبشر هنركز كل طاقتنا على امتلاك القوة والسيطرة، في مقابل إننا نتجاهل البحث عن المعنى الغيبي للأحداث. ومن هنا بدأ عصر النمو الاقتصادي. كلمة السر في العالم النهاردة هي الزيادة المستمرة. لازم نفضل ننتج أكتر ونستهلك أكتر عشان السيستم ما ينهارش. بقينا عاملين زي اللي راكب على عجلة ولو بطل يبدل هيقع. بس القوة والنمو سابونا تايهين في عالم مادي مفيش فيه خطة مكتوبة مسبقاً، والنجوم فيه مش مهتمة بوجودنا أصلاً. وعشان البشرية ما تموتش من الفراغ الروحي ده كان لازم ندور على مصدر جديد يدينا المعنى والبوصلة الأخلاقية. لو سألنا حد من 1000 سنة إيه هو مرجعك في الصح والغلط، كان الرد غالباً هو الرجوع للمصدر السماوي. البوصلة كانت خارجية. بس النهاردة الرد بقى غالباً أنا حاسس وأنا عايز. والتحول ده هو جوهر النزعة الإنسانية، الثورة اللي خلت تجربة الإنسان الشخصية هي الأساس لكل حاجة، وسيطرت على 3 مجالات أساسية: الأخلاق والسياسة والاقتصاد والفن. بالنسبة للأخلاق، المرجع ما بقاش النص المكتوب، بقى الإحساس البشري باللذة أو الألم. السؤال ما بقاش ده حلال ولا حرام، بقدر ما بقى هل كل الأطراف سعيدة؟ هل في حد اتأذى؟ تاني حاجة السياسة والاقتصاد. زمان كانت السلطة حق إلهي، النهاردة صوت الناخب هو اللي بيقرر. وفي الاقتصاد شعار الزبون دايما على حق هو المحرك، رغبتك كمستهلك هي اللي بتدير العالم. وتالت حاجة الفن. الجمال ما بقاش له مقاييس ثابتة، بقى في عين الرأي.
لو لوحة ملهاش علاقة بالفن لمست روحك، يبقى ده فن عظيم بالنسبة ليك. النزعة الإنسانية نجحت لأنها قائمة على افتراض إنه إحنا عندنا إرادة حرة وكيان ثابت جوانا بياخد قرارات. والغريب هنا هو إنه العلم المادي اللي ساند الإنسان في البداية هو نفسه اللي بدأ يثبت إننا بيولوجياً مجرد نظام قابل للبرمجة، وإنه نفسك اللي أنت واثق فيها ممكن تكون مجرد وهم كيميائي. أهم حاجة بنؤمن بيها هي الإرادة الحرة، فكرة إنه أنا اللي بختار بمحض إرادتي. بس لو بصينا من زاوية علوم الأعصاب هنلاقي إنه المختبرات عندها رؤية تانية خالص. زي ما قلنا العلماء مش بيشوفوا في الدماغ غير خوارزميات بيولوجية وتفاعلات كيميائية وكهربائية هي اللي بتحرك الجسد. والحاجة اللي بتخوف هنا هي إنه في تجارب أثبتت إنه الإشارات العصبية بتبدأ في مخك قبل ما أنت تدرك إنك أخدت القرار بأجزاء من الثانية. والمنظور ده بيشوف إنه المخ بينفذ عملية كيميائية معينة وبعدين بيدينا إحساس وهمي بالقرار. العلم بيتعامل مع الإنسان كأنه نظام بيولوجي شغال بقوانين الفيزياء، ومفيش مساحة للروح تتدخل وتغير المسار. ودي حاجة خطيرة لأنه كل حياتنا الحديثة من الديمقراطية لحد قرار الشراء مبنية على أنه الإنسان بيختار بحرية. لو العلم أثبت أنه ممكن يتحكم في مشاعرك بالتكنولوجيا والبيانات، يبقى النظام ده كله ينهار. الصدمة الثانية بقى هو أنه الإنسان مش ذات واحدة. إحنا عندنا الذات التجريبية اللي بتحس باللحظة، والذات الساردة اللي بتحكي الحكاية وتلخصها. والمفارقة أنه الذات الساردة دي مخادعة، ممكن تنسى ساعات من الألم مقابل لحظة نهاية سعيدة. وده معناه أنه إحنا بقينا كائنات قابلة للاختراق، وبمجرد ما الأنظمة تفهم خوارزمياتك البيولوجية أكثر منك، السلطة هتتنقل رسمياً من قلبك للبيانات. إحنا طول عمرنا فاكرين إنه عشان تكون ذكي وتحل مشاكل معقدة لازم تكون واعي وعندك مشاعر. بس في القرن 21 بنشهد أكبر حالة فك ارتباط في التاريخ. الذكاء بينفصل تماماً عن الوعي. إحنا النهاردة بنخلق ذكاء اصطناعي أذكى مننا بمراحل في الطب والهندسة مثلاً، بس ال AI ده ما بيحسش، ومع ذلك بيتفوق علينا في النتائج. المشكلة إنه المنظومة العالمية مش محتاجة مشاعرك، هي محتاجة ذكائك بس. زمان كان لازم دكتور اللي هو إنسان واعي عشان يشخصك، وسواق اللي هو إنسان بيحس عشان يوصلك. دلوقتي بقى الخوارزمية بتعمل ده أحسن وأسرع، وده بيوصلنا لكارثة سماها هراري الطبقة عديمة الفائدة، The useless class. ناس مش بس عاطلين، دول غير قابلين للتوظيف، لأنه أي مهارة هيتعلموها ال AI هيعملها أحسن منهم. وده هيوصلنا لفجوة بيولوجية مرعبة. النخبة هتستخدم ثروتها عشان تطور نفسها جينياً وتدمج أجسامها بالآلات، والبشرية هتنقسم لنخبة فائقة بتمتلك القوة وعوام ملهمش دور فعال في السيستم. السلطة كده بتنتقل تدريجياً للخوارزميات اللي بنسلمها مفاتيح حياتنا مقابل الراحة، وبنلغي إنسانيتنا اللي كانت قائمة على الاختيار والمعاناة. البشر طول عمرهم كانوا شاطرين في تعديل العالم الخارجي، بنوا سدود وزرعوا غابات، بس دلوقتي المشرط بيتوجه لعالمنا الداخلي. التوجه الجديد ما بقاش مجرد علاج للمرضى، التوجه بقى هو ترقية الإنسان وتخليقه ككائن بيمتلك قدرات فائقة. وعي الإنسان الحالي عامل زي جزيرة صغيرة في محيط ضخم من الحالات الذهنية اللي ما لمسناهاش. مخنا متبرمج بترددات معينة عشان ننجو، الخوف عشان نهرب، والجوع عشان ناكل. بس الترقية التقنية هدفها تفتح أبواب تانية، زي التركيز لساعات من غير ملل أو التواصل دماغ لدماغ. بس السؤال المرعب هنا، هنعدل وعينا بناء على إيه؟ الإجابة هي بناء على احتياجات السيستم المادي. النظام مش محتاج يطور فينا الرحمة والتأمل،
هو محتاج يطور فينا الوعي اللي بيخلينا أدوات أحسن في الإنتاج. الخوف إننا وإحنا بنحاول نبقى آلهة هومو ديوس نفقد في الطريق الأجزاء الإنسانية اللي كانت مخليانا مميزين، ونحول نفسنا لماكينات بيولوجية كل همها الكفاءة والسرعة. إحنا بنحاول نصلح طيارة وهي طايرة في الجو أصلاً وإحنا مش فاهمين الموتور شغال إزاي. النتيجة ممكن تكون إنه الإنسان اللي نعرفه يختفي وما يفضلش غير كائن بارد ماشي في محيط من البيانات. وهنا لازم نتكلم عن تيار فكري وتقني بيسيطر حالياً على عقول العلماء في سيليكون فالي وفي كل حتة، والتيار ده اسمه ديتايزم أو البياناتية. القناعة الأساسية هنا إنه الكون كله عبارة عن تدفق بيانات، وأي كائن حي هو مجرد خوارزمية بيولوجية وظيفتها تعالج المعلومات دي. الفرق بينك وبين الوردة والكمبيوتر هو بس حجم البيانات وكفاءة البروسيسور بتاعك. في منطق البيانات القيمة العظمى ما بقتش لمشاعر الإنسان، القيمة بقت لحرية تدفق المعلومات. الدايتايزم شايف إنه أعظم إنجاز هو ربط كل حاجة في الكون ببعض، الإنترنت وقلبك وضغط دمك، عشان نخلق نظام معالجة بيانات عملاق يدير الكوكب. الإنسان في النظام ده ما بيبقاش السيد، بيبقى مجرد شريحة بتنتج بيانات ويمررها للسيستم الكبير. السلطة هنا بتنتقل رسمياً من الوعي البشري للخوارزمية، لأنها ببساطة بتعرف أحسن مننا بناءً على الأرقام مش المشاعر. واللي بيستوقفنا هنا إنه البياناتية هتعمل في الإنسان اللي الإنسان عمله في الحيوان. إحنا سيطرنا زمان بذكائنا على الحيوانات، ودلوقتي الخوارزميات أذكى وأكفأ. عموماً هو مفيش حلول سحرية، إحنا قدام مراية بتخوف. الإنسان اللي قدر يسيطر على الكوكب ممكن جداً يكون هو اللي بيصنع نهايته بإيده وهو فاكر إنه بيطور نفسه. السؤال الحقيقي بقى مش هو الذكاء الاصطناعي هيعمل فينا إيه، السؤال هنا إحنا هنفضل متمسكين بإنسانيتنا لحد فين والإمتى؟ هل هنرضى نتحول لمجرد أرقام وبيانات في سيستم كبير؟ ولا لسه في حتة جوانا، وعينا، مشاعرنا وفطرتنا اللي ما تقدرش أي خوارزمية في الدنيا إنها تفهمها أو تستبدلها؟ أنا عايزة أسمع رأيكم. هل أنتوا مع فكرة إننا نطور نفسنا ونبقى هومو ديوس الإنسان الإله حتى لو الثمن هو جوهرنا الإنساني؟ ولا شايفين إنه البساطة والضعف البشري هم اللي مديين لحياتنا معنى؟ أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. أنا ريم ودي كانت قعدتنا النهاردة في بينا كلام. أشوفكم الحلقة الجاية على خير. باي.